مرحبا بكم في قناة هل تعلم الرياضية؟ تلقت إدارة نادي الهلال عرضا رسميا من نظيرتها في برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة وفقا لمصادر صحفية سعودية. وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين على أن تتضح ملامح الصفقة بشكل أكبر خلال اليومين المقبلين. وبحسب المصادر طرحت إدارة الهلال خيارين أمام الدولي البرتغالي إن قيده ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة فقط في ظل عدم رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في تسجيله ضمن القائمة المحلية أو البحث عن عرض مناسب لانتقاله خلال الميركاتو الشتوي الذي انطلق الاثنين. وانضم كانسيلو إلى الهلال في صيف العام قبل الماضي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وخاض بقميص الأزرق 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفاً. ويضم الهلال 12 لاعباً أجنبياً في قائمته، بينهم 3 من مواليد 2004 وما بعده، هم البرازيلي كايو سيزار، وتركي يوسف أكتشيشيك، والفرنسي ماتيو باتويليت، إضافة إلى 9 لاعبين فوق السن يتقدمهم كانسيلو إلى جانب نونيز وليوناردو، والمغربي ياسين بونو، والسنغالي خليد كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي مالكوم فليبي، والفرنسي فيو هرنانديز، والصربي سيورج ميلينكوفيتش سافيتش.